الطلب منك تعملي رياضة. هل طلوع السلم ونزوله يوميا ده يسمى رياضة؟ لا. هل نشاطات البيت وشغل البيت والمسح والكنس ده رياضة؟ برضه لا. طب ايه افضل رياضة انا ممكن اعملها في البيت ابقى كسبان وجسمي كسبان؟ حط تحت الكلمة دي مليون خط: الرقص. طب هل الرقص ده ممكن يبقى يا دكتور بصورة عشوائية؟ لا، طلع فيديو مرتبط برقص زي الزومبا، زي البيلي دانس، الرقص الشرقي، اي نوع رقص ايقاعي واتبسط. واتبسطي كمان. هي الفكرة كلها ان المزاج بيتحسن مع الرقص، الدورة الدموية بتتحرك بصورة كبيرة جدا مع فكرة الرقص. الرقص ممكن ينقلك مزاجيا في حتة تانية، فبالتالي ده هينعكس على النظام الغذائي اللي انت بتعمله. الرياضة من الحاجات المهمة جدا، اوعى تهمل فيها او تهملي فيها. عن طريق جولدز كلينيك احنا هنحط لك البروتوكول اللي مرتبط بالدايت ومرتبط بالرياضة عشان نضمن بنسبة 100% ان انت وصلت للنتيجة اللي احنا عايزينها. من اي مكان على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل معانا، فريق طبي كامل هيحدد لك انك ازاي تيجي، امتى، ازاي هنتقابل، وازاي هنحط البروتوكول العلاجي انا وانت.